خلهم يشعروا بالليل نشعر بو احنا. الماء عندهم 24 ساعة احنا بلا ماء. مؤمن الآن أولي عبيت الحين عبيت بقى والبوالد وكل حاجة النشاء ودي مرaq ودي كل حاجة. مؤمن تفضل. سمعوا من الإذاعة أنهم يتجهوا لبيوت المسؤولين يعقبوا منهم. الإذاعة؟ أيوة، أنا كنت حاسس أن هذا البرنامج كل شيء تمام هيخرب كل شيء. بيت يا بليد. ما هو معك 4 خزانات بالسطح وخزان أرضي ومشروع ماء، أو قصدك زاقي الأشجار ومزارع ساقي الشجر؟ منو اللي صمت فيه؟ حسك عينك أحد يدخل من هنا ولا من هنا كما تحاسب. حاضر يا فندم حاضر.
الآن فهمت ليش الواية الماء. الله يؤجرك الخير يا عم مؤمن، والله إن الناس بحالة هذه الأيام من أزمة الماء. لو عادك تزيد توزع سلال غذائية وغاز، الله كم أتحصل لك خير وبركة من دعاء. يا فندم وصلت الآن. أيوة وصلت وفهمت كل شيء. الله يحفظكم ويرزقكم الصحة والعافية. ايش؟ ها؟ كم مرة قلت لك تبطل برامج سياسية وساخرة؟ كم؟ يا شكري أنا أخوك، استمعني، أنا أشي مصلحتك. اشتغل برامج خفيفة، برامج تدخل فلوس، مسابقات هي مثلا ترفيهية على الأطفال، عن البحار، أي شيء. أهم شيء أخرج من الجو اللي أنت فيه. يا أستاذ ياسين قدك عارف بعملي وشغلي ورسالتي وهدفي، والناس أصبحوا يعانوا من أبسط مقومات الحياة ومن شظف العيش، مش قادرين يعيشوا العيشة الطبيعية للإنسان العادي. وإحنا من واجبنا يا أستاذ، من واجبنا الآن حتشرح لي ومن واجبنا وإيش واجبنا. ما أنتش وكيل آدم على ذريته، افهم وتحمد الله إنك عايش لحد الآن وتشتغل في إذاعة محترمة ولك مستمعين وجمهور. من الواضح يا أستاذ إن في براسك كلام لي، فيا ريت تدخل بالموضوع على طول. ولا يهمك، أنا أدخل بالموضوع مباشرة. تفضل اقرأ هذا القرار، وبعد ما تقرأه أشيك تفكر صح، مع إن أنا داري إن راسك يابس وما تفهمش، بس أنا قد حذرتك وعملت بواجبي. الموضوع أكبر مني ومنك، افهم، الموضوع أكبر مننا الاثنين.